السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي وفراشات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. الفيديو اللي قبل ده كنا بنجهز لتجهيزات رمضان، وقلنا ان الفيديو طويل فهنقسمه على حلقتين يعني. فانا هكمل معاكم باقي تجهيزات رمضان. دي مكرونة شرايط انا بسلقها علشان هبتدي بقى اجهز مكرونة نجريسكو. جبت بقى اللي هي القوالب الفويل دي وعملت بشاميل، وحطيت بقى معلقة بشاميل كده في أرضية الفويل. احنا هنفرز المكرونات دي كده جاهزة في الفريزر، وقت ما نحتاجها هنطلعها تفك شوية وبعدين ندخلها الفرن تبقى جاهزة معانا. سلقت المكرونة وصفتها. انا من الناس اللي هي بتشطف المكرونة وبحط لها معلقة زيت واقلبها كده في المكرونة، بحبها مش ملزقة في بعضها، بحبها كده المكرونة حلوة يعني مش لازقة في بعضها. بعد كده بقى حطيت الفراخ دي، ربع كيلو فراخ انا كنت متبلاها معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات، وشوحتها يعني شوحت بصلايه وشوحت الفراخ معاها، وما بحطلهاش بقى فلفل الوان ولا فلفل ولا بصل، لان انا ولادي بيقعدوا يطلعوا الحاجات دي. انتوا لو حابين تكتروا الكميه بفلفل الوان وبصل هترمي معاكم كميه كبيره. يعني انا عملت معايا 5 اطباق من اللي هي الفويل دي، واتبقى معايا طبقين من الفويل سادة من غير حشو من غير فراخ يعني. فانتوا لو زودتوا البصل والفلفل على الفراخ ممكن تعمل معاكم 7 مرتاحين. بعد كده بقى بحط الجبنة الموتزاريلا على الوش. ال7 قوالب دول خدوا معايا كيس مكرونة 400 جرام وكيلو من اللبن وربع كيلو من الفراخ الفيليه. بنحطهم على صينية بنفرزهم في الفريزر. بعد كده بطلع كل واحدة ألفها في كيس لوحدها يعني. هنجهز بقى البطاطس بتاعة السحور او البطاطس اللي هنعملها جنب الفطار، يعني بطاطس محمرة جنب الفطار، بطاطس على السحور. دي بطاطس انا قطعتها صوابع صغيرة كده، مش تخينة قوي ومش رفيعة، زي ما انتم شايفين حطيتها في مصفى وتحتها حلة فيها مية بتغلي، يعني انا عايزة اسويها بالبخار. بعد ما بحط البطاطس يعني بغطيها و5 دقايق كده وبرجع اقلبها تاني. بصوا التقليب بيكون كده، ما بقلبش خالص بمعلقة ولا باي حاجة، يعني انا ما بستخدمش اي اداة في التقليب، بقلب كده زي ما انتم شايفين. في ناس كتير بتشتكي ان لما بيعملوا البطاطس بالطريقة دي بيرجعوا يلاقوها اسودت. طب اسودت ليه؟ اسودت علشان احنا مش مسويين البطاطس كويس. لازم البطاطس تدخل في سوا، يعني تاخد نص تسوية. وكمان بحط لها معلقة زيت كده زي ما انتوا شفتوا، وبديها تقليبة برضو من غير المعلقة كده بالمصفى، بهزها كده في المصفى اقلب فيها الزيت كلها في بعضها. يعني الزيت بيكون اخر مرحلة قبل ما اقلب البطاطس على صينية واسعة علشان تبرد. بسيبها بقى تبرد براحتها خالص، وبعد كده ابتدي بقى ايه اعبيها عشان افرزها. ممكن اجيب طبق واسع او علبة افرد عليهم البطاطس كده زي ما انتم شايفين، بس لازم اكون حاطة تحتيها كيس هفردها كده بعيد عن بعضها. وممكن اكيسها في اكياس، يعني كل حبة في كيس اللي انتوا عايزينه ممكن تعملوا بيه. يعني انا بوريكم الطريقتين وانتوا ليكوا بقى حرية الاختيار تختاروا ما بين الطريقتين. بس اهم حاجة كل طبقة بفردها في العلبة بحط فوقيها كيس نايلون من بتاع التلاجة مفرود كده، وبحط الطبقة اللي بعدها مفرودة، يعني ما بحطش البطاطس فوق بعضها علشان لما اجي اخرج شوية مثلا من الفريزر اعرف اخرجها ملقاهاش لازقة في بعضها مجمدة كده ماسكة في بعضها، معرفش ايه اخرجها من العلبة. المهم لو انتوا وصلتوا لحد هنا من الفيديو متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا شير لحبايبكم لو حسيتوا ان هما ممكن يستفادوا من الفيديو. هنكمل بقى رص البطاطس زي ما انتوا شايفين اهو، انا بفردها بايدي علشان ما تبقاش لازقه وماسكه في بعضها. ممكن كمان اجيب بقى كيس نايلون واحط جواه البطاطس، وبعد ما احطها هفردها برضو بايدي، عايزاها تبقى طبقه رفيعه كده ما تبقاش برضو ماسكه في بعضها قوي، بحيث ان انا لو جيت خرجتها من الفريزر اعرف اتعامل معاها واحطها في الطاسه تتقلي. برضو بعد ما بخلص فردها كده في الكيس بحطها على حاجة بقى مفرودة، يعني احطها في صينية مفرودة او في علبة مثلا تكون بنفس الشكل كده مفرودة علشان ما تتطبقش معايا. هتني بقى الكيس عليها وهحطها فوق البطاطس اللي انا عملتها دي معاكم. كل ما تلاقي نفسك فاضية بقى كده قشري لك شوية بطاطس واعمليهم بالطريقة دي وحطيهم في الفريزر هينفعوكي، وخصوصا مثلا الوقت اللي بيبقى فيه البطاطس رخيصة.
هنجهز بقى شوية من شربات الحلويات. بصوا ركزوا معايا بقى ايه في التركة اللي انا بعمل بيها الشربات عشان يطلع معاكم حلو وناجح ومش مسكر. بتملي الحلة بتاعتك مية وبتحطي السكر في نص المية في نص الحلة كده زي ما انا حطيت كده بالظبط. ليه الشربات بيسكر معانا؟ لان احنا حطينا السكر وبعدين حطينا المية، ففي حبيبات سكر على جدار الحلة. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا باخد من المية، دي مية يعني السكر لسه تحت ما دبش، ودي المية من فوق بحطها كده على جدران الحلة علشان لو في حبيبات سكر تنزل معايا في الحلة من تحت. الخطوات دي مهمة جدا لنجاح الشربات علشان يطلع معاكي كويس وما يسكرش معاكي. بعد بقى ما بسيبه على النار يغلي واتأكد تماما ان السكر داب، انا ما بحطش اي معلقة، خلاص هو بيدوب كده مع نفسه لوحده، ما بحطش فيه اي معلقة خالص ولا بقلب خالص. بحط بقى بعد كده يعني ما يعادل عصير ليمونة صغيرة. لو حابة انك تحطي عليه شوية جلوكوز مفيش مشكلة. وزي ما انتوا شفتوا وانا بعبي الشربات في العلبة نازل بسم الله ما شاء الله عليه، ولا في نقطة سكر واحدة ولا مسكر ولا اي حاجة، طالع مظبوط ما شاء الله. وطبعا انا لاني اتقرصت من موضوع الشربات ده لما بحطه في التلاجة، السنة اللي فاتت كانوا ولادي قلبوه وبهدلوا بيه الدنيا وبهدلوا بيه التلاجة، وكل حاجة كانت في التلاجة كانت بتلزق، يعني بطلع كل حاجة الاقيها ملزقة. فانا حطيته في كيس نايلون وربطت عليه كده وهدخله بقى التلاجة في باب التلاجة، بحيث ان هو لو وقع هيقع بقى ايه جوه الكيس. نسيت برضه اقول مقادير الشربات: كل كوبايه سكر عليها كوبايه ميه. التقل بتاعه ده بقى حسب ما تحبي، انا بحبه ايه التقل بتاعه مظبوط، يعني اللي هو ايه ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. كمان حضرت معايا بيت زيتين كده بحيث ان احنا نحدق بيهم بقى في وسط رمضان، يعني من بعد ما نزهق بقى من الطبايخ، لا احنا عايزين حاجه بقى تغيير. فاحنا هنجهز برضو البيتزا نفرزها معانا في الفريزر، تبقى جاهزه تطلع معانا تخش على طول على الفرن، بس بعد ايه ما تفك شويه. انتي بتعجني عجينتك عادي، ويفضل ان انتي تعجنيها بالزبادي، بتطلع طريه وتحفه ما شاء الله عليها صراحه. عجينه البيتزا بالزبادي يعني مثلا انا بحط على نص كيلو علبتين من الزبادي، لو احتاجت معايا شويه ميه ماشي، شويه لبن ماشي، بس بحط علبتين الزبادي الاول ولو احتاجت بزود. صوص البيتزا اللي هو صلصه البيتزا بيبقى موجود عندي في الفريزر على طول. بطلعه وبحطه بقى على البيتزات، وبحط من تحت على الصوص على طول رشة كده من الجبنة التركي او الجبنة الرومي، وبعد كده بحط الجبنة الموتزاريلا. مش هنحط طبعا لحوم ولا حوادق، يعني انا مش عايزاها باللحوم، يعني انا حباها كده بالجبن بس. حابين بقى تحطوا لحوم ولا اي حاجة مفيش مشكلة. بعد كده هلف بقى كل صينية بالاسترتش وبعدين احطهم فوق بعض، لان عندي انا الاسترتش متين فمش هينزلوا فوق بعض، او اللي هتلاقي الصينية الاولى نازلة فوق التانية لا. وبعد كده بقى بكيسهم بكيس تاني برضو، ممكن كيسين لو انتي الفريزر عندك مثلا بينزل مية او انتي قلقانة ان هما يبوشوا من التجميد ومن المية. بحطهم ساعة كده ولا 2 على جنب يخمروا قبل ما افرز، يعني لازم اخمر خالص قبل ما افرز، يخشوا التفريز وهما متخمرين خالص. بنحطهم بقى في الفريزر، وقت ما نحتاجهم بنطلعهم ايه يفكوا وبعدين يدخلوا الفرن. عندي هنا بقى الفول بتاع السحور، ونخلص الفول انا مش مسؤول. نقعنا الفول من بالليل للصبح، وقمت الصبح بقى ايه ولعت عليه، شطفته شطفة تانية من مية النقع، وبعدين حطيت له جزرتين متوسطتين مبشورة، جزر مبشور، وكمان هحط عليه بطاطس مبشورة، بطاطساية متوسطة مش هنكتر، وتكون مبشورة، هي متقشرة ومغسولة وبشرناها حطيناها على طول بالنشا بتاعها ما تشطفيهاش. هنحط بقى بعد كده المية، او هنحط كركم قبل ما نحط المية علشان يدينا برضو لون مصفر كده وحلو. الكركم طبعا مضاد للالتهابات ومعروف فوائده حلوة، فبنحط ايه معلقة صغيرة كده من الكركم. بعد كده بقى بحط المية بتاعتي، مية عادي من حنفية، مش لازم تكون مية بتغلي، مية من الحنفية. وبنغطي بقى الفول بالمية خالص. بعد ما بغطي الفول بالمية بسيب النار عالية لحد ما يغلي، يعني لمدة ربع ساعة كده يغلي، والنار عالية مش عالية قوي يعني متوسطة. وبعد كده بهدي بقى النار خالص زي النار بتاعة الرز وبغطيه. اهم حاجة طبعا لازم اغطيه مفتحش عليه خالص، اسيبه بقى براحته يعني من 4 ل5 ساعات حسب نوعية الفول اللي عندك.
بعد بقى ما بيستوي خالص بتديله عصير ليمونتين بعد ما يستوي معاكي خالص عشان يفضل معاكي لونه حلو يعني ما يغمقش. هنحضر برضو عصير خروب. هنا عندي خروب حطيته في الحلة وحطيت عليه مية وهنغليه، ما بغلوش كتير برضو يعني ما تزوديش عليه الغليان قوي عشان الخروب بيمرر يعني بيدي زي مرارة كده غريبة. انا عن نفسي ماليش حظ مع عصير الخروب، انا بحب اعمل التمر هندي والعناب. ممكن بقى تجهزي تمر هندي عناب خروب وتكيسيه في اكياس وتحطي في الفريزر، تطلعي كيس يفك وخلاص. على كده يبقى انتي خلصتي من موضوع العصاير ده. الخروب بيبقى فيه نسبة سكر حلوة فهو مش محتاج سكر كتير، يعني دوبك بياخد حاجة بسيطة بعد ما بيخلص يعني يتغلى ويخلص وتصفيه بتحطي له بقى شوية سكر حاجة بسيطة خالص. برضو لازم تهتمي بموضوع التوابل، لو انتي في حاجة عندك ناقصة بتشتريها. اهم حاجة برضو بتحمصي التوابل بتاعتك وتسيبيها تبرد بعدين تطحنيها، دي بتفرق في طعم التوابل. ما تشتريش توابل جاهزة من اللي هي المطحونة جاهزة دي من بره. اعملي انتي التوابل بتاعتك في البيت، اطحنيها في البيت. حاجتك طبعا مضمونة في البيت، ما تضمنيش هو بره حاطط عليها الفيديو بتاعنا كده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير واستنوني في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم.